السلام عليكم. بيقولوا الفلوس مش كل حاجة. مين اللهبة اللي بيقول كده؟ طبعا الفلوس بقت كل حاجة. انا دلوقتي لو عايز اسافر، نفسي في حاجة عاوز اعملها، او حتى اجيب عربية بحلم بيها، او حتى تعبان عايز فلوس لكل ده. اقول لكم على حاجة، في ناس بقت بتبيع ضميرها علشان خاطر الفلوس، وناس تانية ممكن تبيع اعز ناس عندهم علشان خاطر الفلوس، واخ بياكل حق اخواته علشان خاطر الفلوس، وناس تانية تمشي في الحرام علشان خاطر الفلوس. اقول لكم على حاجة اكبر من كده، ده في واد من يومين عمل نفسه بيت علشان خاطر الفلوس. بس عارفين ايه المشكلة؟ اننا هنعيش قد ايه؟ 50 60 70 100 سنة، وبعد كده هنموت. والمشكلة بقى اننا هنسيب كل حاجة. وعارفين ايه المشكلة كمان الاكبر؟ اننا هنتحاسب على كل حاجة. يعني ممكن تكون اشتغلت عمرك كله علشان تبقى غني، بس علشان تدخل النار. تخيل الطريقة اللي جمعت بيها الفلوس هي اللي هتدخلك النار. عارف ايه اكبر صفقة ممكن تعملها في حياتك؟ انك تبيع جنة ابدية عرضها السماوات والارض علشان مقابل شوية سعادة في الدنيا هتنتهي. يعني تسيب النعيم اللي ما بينتهيش علشان شوية لذات بتنتهي. طب ليه؟ هو ربنا خلقك علشان تزور او تسرق او تمشي في الحرام، ولا خلقك علشان تعبده، علشان تمشي في الصح وتبعد عن الغلط، علشان تكسب دنيتك وتكسب اخرتك؟ اسمعني بس، مفيش حد كان مع ربنا وربنا خذله، ولا حد اختار الحلال وربنا ضيعه. عاوز الفلوس؟ اشتغل، اجتهد، اتعب، ابدأ مشروع، اتعلم، طور نفسك، بس ما تختارش الطريق السهل لانك هتسيبه وهتتحاسب. اختار الطريق الصعب لانك لو نجحت هتبقى كسبت الاتنين. تبقى غني وبتساعد غيرك، تبقى بتصلي وبتصوم وما بتظلمش حد، وبتعمل الحاجات اللي ربنا امرك بيها، وتبقى كل خطوة فيك بتزيدك حسنات. ولما تموت مش بس هتكون سبت رصيد في البنك، لا، ده انت هتكون سبت رصيد في الاخرة علشان تكسب الحياة اللي فعلا ما بتموتش فيها. هتكون كسبت الجنة اللي عرضها السماوات والأرض. تخيل هتكون جنتك انت بس عرضها السماوات والأرض، ومن جمالها هتكون طوبة من فضة وطوبة من ذهب. مش بس كده، لا، ده فيها ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. ومش بس كده كمان، ما فيهاش حزن، حياتك كلها سعادة، كل اللي بتحلم بيه بيتحقق في ثانية. صدقني الدنيا ديت ملهاش لازمة. ارجع لربنا وخليك دايما متعشم فيه انه يصلح حالك في الدنيا ويكبر بخاطرك ويدخلك الجنة. اشوفك فيديو جديد يا اخويا، بس متنساش تدعمني بلايك واشتراك. سلام.